هي طيبة سهلة، وعيونك عندهم سهلة، وإذا أخوك اعتدى عليك عندهم سهلة، وإذا هددوش خوالك بالقتل بس توصلين البيت سهلة، وإذا شبعتي بسط حتى تبقين ساكتة همين سهلة. زهراء وحوراء ونورزان وإيمان وهواية بنات، ولأن ختامها مسك. طيبة ودعتنا البارحة بأبشع صور الغدر، وإذا أكو أبشع من أنه تموت بنية على إيد أبوها فقولوا لي. طيبة تم استدراجها وقتلها داخل البيت اللي هربت من عنده أصلا، لأنها تعرضت لمحاولة اغتصاب من قبل أخوها. خليكم مكان طيبة وتخيلوا وياي الأخ اللي هو سند يغتصب، والأب المثل الأعلى اللي المفروض يصلح الخطأ يقتل الضحية. كل هذه الورود اللي دفناها وراح نبقى ندفنها هي ضحية المادة 409 اللي هي بالحقيقة قانون حماية القاتل مو عقوبته، بحيث أفسح المجال لكل مختل ومجرم وحاقد على نساء بيته أو طمعان بأملاكهم إنه يلفق تهمة ويقتل بنته لو أخته لو أمه. وما راح ينحبس غير 3 سنوات فقط، يطلع بهم بحسن سلوك وسيرة وبحكم مخفض، شبعان أكل ونوم وكأن شيئا لم يكن. كافي نكرر عادات الجاهلية وندفن بناتنا لأن طالبات كلية أو موظفات أو عندهم أحلام. كافي بعد ما تكون قضية طيبة قضية رأي عام راح تتخذ الجهات المعنية إجراء حقيقي، لو هم سهلة. الجفن رخيص وبناتنا أرخص.